السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنعمل معاكم محشي ورق العنب والصلصة بتاعته كاملة مكملة ولحمة وكل حاجة، وتابعوني اهو بالشكل الحلو ده. نزلنا معانا حلة ونزلنا بالزيت وبصليتين مبشورين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هنقلب لما تاخد اللون الذهبي، وهننزل عليها بالفلفل الالوان اهو. نزلنا بالفلفل الالوان هنشوحه، وهننزل بالصلصة الحلوة اللي عملناها مع بعض. شايفين شكلها جميل ازاي اهو. معانا فلفل اسمر وكمون وملح وبابريكا زي ما حضراتكم شايفين كده. معانا معلقة توم مفرومة وكزبرة لا خضرة المحشي كاملة، والرز غسلناه وهنقلب بالشكل الحلو ده. هننزل بالملح عشان مش حاطين الملح كامل ومعلقة كمون زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعلقة شطة يعني نص ربع معلقة شطة صغيرة حسب الرغبة. احنا بنحب مشطشط خفيف كده اهو بالشكل ده. وهنقلب وهنقلب زي ما حضراتكم شايفين كده. والله ريحة المحشي وطعمه كان جميل يا بنات، يا ريت تجربوا الطريقة بتاعتي مش هتندموا ابدا. وهننزل بالصلصة المسبكة اللي احنا عملناها دلوقتي معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنقلب الرز والخضار والتوابل وكله في بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت تتابعوني يا بنات وتحطوا لايك، انتم مقصرين معايا يا بنات يا ولاد كله اهو. نقلب. شايفين الرز جميل وشكله حلو ازاي، احمر وجميل ازاي اهو. وهنلف ورق العنب مع بعض. هتلم الجنب ده، الجنبين تلميهم من الداخل وهتطلع المحشية زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقطع الأواد بتاعة الخضرة ونحطها في الحلة من تحت علشان المحشي ما يتحرقش معانا ولا حاجة اهو. هنعمل واحدة تانية. كام واحدة معاكم اهو؟ شايفين الصباع جميل ازاي. وهنعمل واحدة كمان اهو. هو سهلة، هو بالنسبة في ناس بالنسبة لها ورق العنب صعب، بس والله العظيم انا ما بياخد معايا اي وقت خالص وانا بحب. وحشينا المحشي زي ما حضراتكم شايفين، وترصوا الرصة جميلة يا بنات علشان ما يتفلفش منكم ولا يتفضش. ومعانا حلة ونزلنا بالسمنة وهنشوح اللحمة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنشوح اللحمة، تشوح اللحمة حلو الاول كويس، وتزيديها بالمية السخنة. تزودي اللحمة بالمية السخنة بعد ما تتشوح كويس اهو بالشكل الحلو ده كده. هنشوح اللحمة دي لحمة بلدي يا بنات، وهنشوحها مع بعض. هنشوح اللحمة مع بعض كده، شوحيها كويس خالص لما تلاقيها كده خلاص تحسيها انها كلها استوت، وبعدين تزوديها بالمية السخنة. نزلنا ببصلاية ورق لورا وحبهان وعود قرفة ونص طماطمايه علشان تخلي الشوربة بتاعتك لونها ذهبي فاتح. وهنزود اللحمة بالمية السخنة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. شايفين يا بنات الشوربة شكلها جميل ازاي؟ شايفين اهو. لما تيجي تزودي المحشي تحطي الشوربة في الحلة اللي انت عاملة فيها الصلصة، في حلة الصلصة نفسها. هتبص تلاقي الشوربة بقى لونها احمر فاتح كده، تخلي لك الرز بتاعك احمر وجميل اهو. شايفين انا بعمل ازاي؟ هسقي كده، هسقي ورق العنب الشوربة كفايته، مش تزوديه قوي علشان ما يبقاش منك طري وتفك منك في الحلة اهو بالشكل الحلو ده كده، يبقى مفلفش وحلو. ومعانا شوربة، ونزلنا بمكعب مرق انتم حضراتكم مش شفتوه يعني ما كانش متصور معانا. والملوخية الخضراء تخليها تغلي معاك غلوتين بصوت خالص علشان ما تسودش منك قبل ما تقدميها. خضرة بتفضل على طول خضرة طالما ما تغليهاش كتير. معلقة سمنة، ومعانا معلقة توم مفروم، وفيها وقطعنا فيها قرن فلفل اخضر قطع صغيرة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحمر التومة اهو تاخد اللون الذهبي معانا
اللون الذهبي الفاتح، وتنزلي بيها على طول على الملوخية زي ما حضرتك شايفة كده. وهنقلب الطشة بتاعتنا الحلوة اهو بالشكل الحلو ده كده، واللون الاخضر الجميل محتفظة بلونها وتقيلة وجميلة. ويا بنات يا ريت تجربوا والسفرة بتاعتنا جهزت. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير واشتراك في القناة. مش تقصروا معايا يا بنات، شايفين الرز مفلفل ازاي في المحشي اهو، شايفين.